ايام الرئيس محمد حسني مبارك كان تعبان وكان في المستشفى العسكري قبل ما يموت بسنتين. في صحفي عمل معاه مؤتمر جوه المستشفى على السرير بتاعه وهو تعبان جوه المستشفى. دار بينهم حوار على السنترال المركزي بتاع رمسيس اللي حصل فيه الحريقه من يومين. تخيل ان اللي حصل في سنترال رمسيس ده اتكلم عنه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وقال بالنص هيعملوا شلل لمصر عن طريق السنترال قبل ما يضربوها. الاول خليني افهمك باختصار اللي حصل في سنترال رمسيس. يوم الاثنين 7 يوليو 2025 الساعة 5:30 المغرب حصل مس كهربائي في الدور السابع من مبنى سنترال رمسيس، والدور ده كان فيه أجهزة إلكترونية حساسة جدا ودرجة حرارتها كانت عالية، ولا كان فيه أنظمة تبريد مناسبة ولا حتى نظام إطفاء تلقائي، فبالتالي النار مسكت في الأجهزة بسرعة جدا وابتدت تولع في كل الكابلات، ووقتها الدخان انتشر ومعاه اللهب اللي وصل لأدوار تانية. برغم ان هم جابوا 12 عربية إطفاء و2 سلالم هيدروليك، بس برضو النار رجعت تشتعل 3 مرات. فاللي حصل ان هم اضطروا يقطعوا الكهرباء عن المبنى كله، وساعتها حصل كل اللي احنا شفناه ده، تعطيل في شبكة التليفون والإنترنت وكل حاجة كانت متعطلة زي انستا باي ومكانات الاي تي ام وفودافون كاش. وده لأن سنترال رمسيس تابع للشركة المصرية للاتصالات وي، وده طبعا مش أي مبنى، ده المكان اللي بتمر منه كل خدمات الإنترنت والمكالمات تقريبا في القاهرة والمحافظات كمان المجاورة. وده اللي سبب خلل وشلل وعطل في كل اللي احنا مرينا بيه ده. والخسائر كانت للأسف 4 موظفين من الشركة اتوفوا بعد ما النار حصرتهم من كل حتة، فربنا يرحمهم ويصبر أهلهم. ده غير ان كمان في 27 شخص اتصابوا واتنقلوا على طول للمستشفى، وربنا يكمل شفاهم على خير. تعال بقى نرجع سنين لورا، بالتحديد في التسعينات. كان حسني مبارك وقتها رئيس وقاعد في القصر الجمهوري، ودخل عليه وزير الاتصالات وقال له يا فندم احنا جايلنا عرض من امريكا ضخم جدا، جايلنا منحة ببلاش علشان نربط كل السنترالات بسنترال رمسيس. فمبارك استغرب وقال له منحة ببلاش ليه يعني؟ دي اكيد وراها حاجة. بعدها على طول مبارك طلب تقرير مفصل، ولما التقرير وصل له اكتشف ان الخطة دي هتخلي كل سنترالات مصر مربوطة بمكان واحد. يعني من الاخر لو السنترال ده وقع كل حاجة في مصر هتقع معاه. وكان وقتها في شكوك ان ده ممكن يكون خطة استخباراتية امريكية او حتى تبع ولاد ليشع، وده علشان يقدروا يراقبوا الشبكة او يعطلوها في اي وقت، يعني من الاخر يلوا دراعنا. فوقتها مبارك رفض رفض تام وقال كلمة واحدة: دول عايزين يعملوا شلل لمصر عن طريق السنترال قبل ما يضربوها، واحنا طبعا مش هنحط رقبتنا في ايد حد، ولازم يكون في بدائل فورا. ووقتها مبارك امر بايقاف المشروع فورا وقال زحلقوهم بهدوء، والمشروع ده مش هيكمل لان احنا مش هنحط رقبتنا في ايد حد. وبالفعل المشروع ما كملش، لكن مع الوقت وتطور التكنولوجيا سنترال رمسيس بقى هو الاساس في كل حاجة. واللي كان خايف منه الرئيس الاسبق حسني مبارك حصل فعلا. حريق واحد سبب عطل في حاجات كتيرة جدا، الا ان احنا لازم ناخد الحريق ده على عين الاعتبار. يعني لازم نعمل سنترالات بديلة قوية ونركب أنظمة إطفاء تلقائية زي أي دولة تانية متقدمة، ولازم نراجع ازاي نعمل شبكة موزعة بدل الاعتماد على مبنى واحد، لأن ده في حد ذاته كارثة. وتقرير البنك الدولي سنة 2020 قال إن الاعتماد على سنترال رمسيس نقطة ضعف خطيرة.